رجعنا لكم من جديد. اليوم حابين نعمل احنا وياكم اكلة مندي وكتير ظريفة وكتير سهلة. طبعا اللي احنا عنا هون هالكتكوتة الصغيرة هالجاجة اللي احنا اليوم حنساوي طريقة كتير سهلة. اللي احنا ما حنساوي مثل اللبنية تحت الارض وكذا وهالامور هاي. انا عند مني التوابل هون، انا بيلزمني هي التوابل لهي الدجاجة. انا هي الدجاجة غاسلها منيح بالخل والملح، فاركها منيح. وهلا انا بدي نعمل لها مساج صغير وبنقلبها. بعد ما عملنا لها هالمساج الصغير بدنا نفتحها نحن وياكم. بسم الله. هلا هي فتحت الدجاجة انا، وهلا الحقوني لكم شو بدنا نعمل فيها. هي انا حطيت الدجاجة هون بهذا الشكل. بعد ما حطيتها هلا انا هون شرحت الدجاجة وحطيتها. هلا بدي انزل عليها المي، وبعد ما تغلي المي بدي اجزى زفرتها، وبعد منها بنحط المطيبات مع بعض. بسم الله. انا حطيت المطيبات اخواتي، وهلا انا بدي غطيها اتركها 40 دقيقة، وبعد 40 دقيقة بنرجع لها تقريبا ان شاء الله. هي عندي مني هون بسم الله جاهزة الامور. وهلا الدجاجة بدي قيمة من هون ونحطها على صينية الفرن. انا هون هلا بدي اعمل صوص للدجاجة وادهنها وحطها بالفرن اخواتي مع بعض. عندي هون كاتشب، معلقة كاتشب، عندي معلقة دبس بندورة، وبنحط رشة زيت بلدي كمان. عندي انا هون توم وبصل مجفف وشوية بهارات مع بعض هي مشكلة كمان بننزل عليها شوي. وعندي بابريكا كمان مجففة كمان بننزل عليها، حلوة وحدة عندي هون البابريكا. وما ننسى الملح ورشة فلفل. هي عند مني هون صارت جاهزة. وانا نسيت لكم انه عند مني كنت اول كل حاطط بالزبدية معلقتين لبن، يعني زبادي كبار. هلا بندهم مع بعض الدجاجة. يا رب بسم الله. هلا الدجاجة انا دهنتها من فوق ومن تحت وامورها عال العال. هلا انا شعلت الفرن عند مني على اقوى حرارة، بدي احطها بالنص من فوق ومن تحت. طبعا شعلته لحتى تاخذ الاحمرار اللي بدي اياه انا. اخواتي عندي انا هون رز بسمتي. عندي هون انا كل كاسة رز بسمتي بضيف لك بين الكاسة للكاسة وربع مرقة. وانا هذا الرز ما بنقعه، فقط بصونه تصوين لحتى يروح منه النشا. بننتقل لهون عندي انا بصلة فارمة ناعمة، وعندي حبتين توم، عندي معلقة صغيرة زنجبيل، عندي معلقة صغيرة عصفور، عندي نص كاسة لبن، عندي مني معلقة صغيرة بهارات المندي، وعندي هون انا ليمونة يابسة، وعندي قرفة، وعندي 3 حبات هي. اخواتي انا نسيت لكم انه بطبخ المندي بالزيت النباتي. وكل كاسة رز بيلزمني معلقة كبيرة ونص زيت. بدي نزل البصلة دبلها. لقيت الثوم اخواتي المهروس وهلا بنزله. هلا انا حنزل التوابل كلها اللي عند مني هون. بعد ما نزلهم بنجيب كمان اللبن بننزله. هي المرقة انا صفيتها هون، وهلا بعبي وبنزل كل كاسة رز كاسة وربع مرقة. الرز عند مني صونته منيح وغسلته وهلا صفيته، وهلا بدي انزلهم. بسم الله. هلا بدي انا نوص عليها اخواتي. بعد ما نزلت الرز وكل اموري تمام، بعد ما نوص عليها بدي غطيها واتركها تقريبا 20 دقيقة ان شاء الله. قلت لكم انا ححطه هلا بالنص، شاعله من فوق ومن تحت ومقويه على اخر الشيء. عند مني انا هون ملون طعام. وهلا بدنا نعمل بسم الله مثل ما شايفين اخواتي. نعطي تلوينه صغيره. هلا بدنا نحط الفحمه عليهم. بسم الله. انا حاطط زيت فيها، وهذا الغاز ما بيمشي الحال تحطوا عليه فحم لانه هذا بلوه. هلا بنحط الفحمه
وبنقول بسم الله وبنسكر عليها. يا عين سكرناه وحطينا الفحمة بنغطيه هيك مزبوط شغلة 10 دقايق. وعندي فحمة تانية بحطها مع الفروجة لونه. يا عين ما شاء الله. هلا حنسكبه مع بعض اخواتي. هلا انا عندي هون بدي اعمل صوص المندي اخواتي. عندي بندوره، عندي كزبره، عندي فلفله هون حبه كثير حاره، عندي هون 3 اسنان ثوم، عندي ليمون، عصير الليمون هون، وبيلزمني ملح وقليل من زيت الزيتون. بسم الله. بنحط الثوم، بننزل الليمون، بننزل الزيت، بنخلطهم مع بعض، نرجع بننزل البندوره. فرفد اخواتي كل رزة برزتها ما شاء الله. بسم الله. شايفين على منظر المندي ما احلاه صفى. شو ناقصه؟ فروشته. صار عند الدواء بدنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ ريحانيفة اخواتي. شايفين على المنظر ما احلاه. هلا بنجي لهون نعملنا رشة بس حد نار. بسم الله. شو هاد؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا خال. ان شاء الله بتدعوا لي. جربوها